شفت الرجاله دي متصوره في اهم يوم في حياتها، هو يوم كشف الهيئه. كشف الهيئه اللي يعتبر الكوبري اللي بيحدد قبولك ورفضك في الكليات العسكريه. اما الرجاله دي حضرت كشف الهيئه خلاص والدور جاي عليك. تعالى اقول لك حاجات لو عرفتها هتعدي كشف الهيئه ده لائق ان شاء الله. اول حاجه مطلوبه منك الثقه ثم الثقه ثم الثقه. مطلوب منك الثقه في كل اجابات الاسئله اللي هتتسال لك هناك. ما تخافش لو حد من القاده سالك سؤال وانت ما عرفتش اجابته وعايز طريقتك وانت بتقول الاجابه اكتر من الاجابه نفسها. اما بالنسبه لسؤال انت عايز تطلع ظابط ليه، فده سؤال افلام وغالبا ما بيتسالكش اصلا. اما اللي بيتسال لك هناك هي يعتبر مناقشه عاديه بينك وبين السيد الرئيس الكليه الحربيه او بينك وبين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايوه زي ما سمعت كده، ممكن تدخل كشف الهيئه ده وتتفاجئ ان جوه كشف الهيئه ده الرئيس عبد الفتاح السيسي. فصدقني الموضوع مش مقلق خالص، المطلوب منك بس الثقه في كل اجابات الاسئله اللي هتتسال لك هناك. ولو انت بتقدم الكليات العسكريه او هتقدم لسه الكليات العسكريه، ابعت دلوقتي حالا كلمه كتاب على الرقم اللي طلع قدامك في الشاشه دلوقتي واتساب عشان تستلم برنامج وكتاب تاهيل الكليات العسكريه اللي هيأهلوك بالكامل من الالف للياء للكليات العسكريه، سواء ضغط او بطن او عقله او حتى الوزن المثالي، وكمان كل الاوراق وكل تفاصيل الاسئله وكل تفاصيل الاختبارات اختبار مذكوره في الكتاب. فابعت دلوقتي حالا كلمه كتاب على الرقم اللي طلع قدامك في الشاشه دلوقتي عشان تستلمه في نفس اللحظه PDF على الواتساب. ابعت دلوقتي وما تكسلش.